هنعمل النهارده مع بعض منظف سحري، يعني وصفة سحرية بجد. الوصفة دي أو الخلطة اللي هنعملها دي ولأول مرة على اليوتيوب، أقوى وصفة ممكن تشوفيها على اليوتيوب وأول مرة تبقى معايا. بجد هينضف معاك القاعدة، هينضف معاك البانيو، هينضف معاك الحنفيات، هينضف معاك البوتاجاز، الملابس، الأرضيات. عايزة أقولك منظف لكل حاجة، خلطة جبارة هتنضف معاك الحمامات مهما كانت مليانة جير وتقلصات وبقع وصدى. انسي، هيرجع جديد زي الفل. هينضف معاكي مهما كانت صعوبة الصدى أو صعوبة الجير أو أي تقلصات اللي بتبقى على الحيطان أو الجير بيبقى في قاعدة الحمام. بدون أي تعب وبدون أي دعك هتلاقيه نضف معاكي بكل سهولة. شايفة منظر الحوض السلستين مليان اتساخات ومليان صدى ومليان بقع، كله ده هيتشال مسافة ما ترش رشة كده. هيودي مساحة بسلكة ناعمة أو تغسلي بسلكة ناعمة، هيرجع معاكي جديد بيبرق من تاني. حبيت أوريكي بس مقدمة الفيديو عشان خاطر تشوفي بس مفعول الوصفة اللي احنا نعملها او مفعول الخلطة اللي احنا نعملها جبار. بدون اي تعقيدات هنعملها بكل سهولة. تابع الفيديو للنهاية عشان تعملي بنفس الخلطة الجبارة اللي احنا نعملها مع بعض وما تفوتكيش حاجة. فتابع الفيديو للنهاية، ويا ريت لأول مرة بتشوفيني اللايك قلب اخت كده هو اللي بيرفع الفيديو، فما تستخسريش في اللايك، ويا ريت ما تبخليش عليا باللايك. لو انت ضيفة عندي جديدة في القناة، يا ريت كلمة اشتراك تضغط عليها عشان يجيلك كل جديد وتفعلي زر الجرس على الكل. عايزة اوريكي منظر البوتاجاز وبجد بيلمع، بيرجع معاك البوتاجاز جديد. تعالى بقى نشوف الخلطة بتاعتنا، سهلة وبسيطة جدا. لتر من المية، لتر واحد بس من المية. عايزة ازود الكمية خليها لترين من المية وضعفة كل حاجة نعملها مع بعض. معايا بقى المكون الاساسي بتاعنا وهي البوتاص. البوتاص ناسف لاي اتساخات، بحطه في الملابس وبحطه في الارضيات وبعمل بيه كل خلطاتي. البوتاص مكون اساسي للتنظيف. معلقه واحده بس على لتر الميه. في ناس بتقول عليه حجر تسليك المجاري في البلاد العربيه، وفي ناس بتقول عليه صودا كاويه، وفي ناس بتقول عليه بوتاص، وفي ناس بتقول عليه ليه اسامي كتيره جدا. فانا اللي انا عارفاه هو البوتاص وحجر تسليك المجاري او كربونات الصوديوم او الصودا كاويه، وكوبايه من الصابون السائل. انا كنت عاملاه قبل كده معاكم في القناه مكون من الصابون السائل، كنا عاملينه بكل سهوله. برضو لو عايزين الوصفه ممكن احطه لكم في صندوق الوصف. خلطه الصابون السائل، كوبايه واحده من الصابون السائل على لتر ميه. عايزه اقول لك، عايزه تزودي الرغوه زودي كمان كوبايه من الصابون السائل، وده معطر. عندك اي معطر حطيه. انا بزود المعطر ده، بجيبه سايل وبجيبه رخيص جدا، بيبقى بيتباع كده في المحلات والمنظفات. بجيبه باللتر، اللتر بيعمل 7 جنيه، يعني رخيص جدا. الحاجات اللي انا بعمل بيها الخطات بتاعتي في الحمام بالذات والارضيات والسجاد والملابس، بجيب الحاجات السايله دي، بتبقى رخيصه عليا ومش بتبقاش غاليه. اللتر بيبقى ب7 جنيه. يبقى حطينا لتر ميه، معلقه صودا قويه كبيره. عايزه اقول لك احنا عملنا دلوقتي حاجه اسمها تكسابول. التكسابول دي ماده بيحطوها في المصانع بتاعه الصابون. هنضيف ايه تاني بقى؟ هنضيف الكلور. اكتر من كده مفيش. يبقى احنا لتر ميه، معلقه من الصودا الكاويه او البوتاص، وبعد كده كوبايه من المعطر وكوبايه من الصابون السائل. زودي الرغوه بتاعتك، ممكن تحطي كمان كوبايه من الصابون السائل. انا كنت حاطه صابون سائل مركز فكانت الرغوه معايا كويسه جدا. هعمل بقى ازازتين. عايزه اقول لك بقى الازازه دي للحمام، للارضيات، الحيطان بتاعه المطبخ، للمطبخ نفسه من جوه ومن بره. منظف قوي جدا الازازه دي للارضيات وللحواض. هنشوف بقى الحوض السلستين زي ما شفتوا في اول الفيديو كده، رهيب. يا ريت تقولي لي انت بتابعيني من انهي بلد اشرحب بيكي، ويا ريت تكتبي لي بقى اي تعليق حلو كده يفرحني، حتى لو ورده او قلب، اي حاجه منكم بتفرحني. ما تنسونيش في تعليقاتكم الحلوه اللي بتفرحني. ويا ريت ما تنسونيش برضو في تعليق، في لايك حلو جدا. اللايك بيرفع القناه، فيا ريت ما تنسونيش في اللايك او تبخلي عليا باللايك. وتعالي بقى نشوف بقى نستخدمهم ازاي. انا بجيب الازازه دي للملابس، الازازه الكبيره دي عاملاها للملابس وعاملاها للارضيات. معايا بقى بالمقشه كده يا ست الكل، وتغسلي بقى حيطانك وارضياتك وكل حاجه. مش ضروري بقى ظهرك يوجعك وتوطي، لا، بالمقشه كده اعملي مقشه مخصصه للحمام وتغسلي بيها على طول. ترش الرشه كده. الرغوه معايا حلوه جدا جدا، والريحه كمان رغوه وريحه ونظافه رهيبه. عايزه اقول لك خلطه جباره، منظف فظيع هيغنيك عن اي منظف هتشتريه بجد وبامانه وبدون حلفان. عايزه اقول لك المنظف اللي احنا عاملينه ده منظف لكل حاجه في بيتك، هيغنيك عن اي حاجه انت تشتريها. البانيو هيلمع معاكي كده وانت واقفه كده بالمقشه وتغسلي وترشي كده رشه. والرغوه كمان فظيعه معايا، وكمان الريحه. يعني لو ما عندكيش معطر ممكن تحطي دوني، كوبايه صغيره من الدوني بتاع الملابس الهدوم.
بالبتاع كده وبقى وحيطانك بقى وارضياتك واعملوا كل حاجه بالمقش. عايزه اقول لك بيرجع الحمام بيبرق. انا حاسه ان انا بعد ما غسلته بالخلطه دي رجعت الحمام جديد من تاني، زي ما اكون ركبت طقم جديد من تاني. يعني انا اوريكم في اول الفيديو شكل الحمام في الاول، نظافه وقاعده كانت معايا مش نظيفه خالص. شايفين اللمعان اللي في الحمام وقاعده الحمام؟ كمان الكاميرا والتصوير ظلم الحمام، الاضاءه مش حلوه كمان. ده هو بجد بيبرق. عايزه اقول لك الحمام والقاعده والحوض وكل حاجه والجير اللي بيبقى على الحيطان، شايفين الحوض ولمعان الحوض. غير كمان بقى السحر معايا في البوتاجاز، بيخلي البوتاجاز السيلستين يرجع. فوطه المطبخ نفسها كانت بتزقزق تحت ايديا. الفوطه اللي انا غسلت بيها الماده دي اللي احنا عاملينها او الخلطه دي خلت بوتاجازي وحتى الفوطه بتلمع. بسلكه ناعمه بقى، بحبش استغنى عن السلك الناعم اللي انتوا شايفينه ده. واغسل بقى الحنفيه كده وارش رشه. شايفين كميه الاتساخات على الحوض؟ انا سايبه المنظر ده يتراكم عشان تشوفوا قوه الخلطه بتاعتنا. رشي بس كده رشه كده واغسلي بالسلكه الناعمه دي وادعيلي. عايزاكوا بقى دعوه حلوه كده في التعليقات، لانك انت هتجربيها وهتدعيلي. والسلكه الناعمه بقى ومشي ايدك كده على الحوض السلستين، فظيع. عايزه اقولك ان هو بيرجع الحوض السلستين بيبرق كده. يعني بنظافة في أقل من 5 دقايق هتنضفي مطبخك كله بالكامل، حتى المطبخ من جوه ومن بره والحيطان هيرجع معاك نضيف. عايزة اخليكي تعتمدي الخلطة دي عندك للعمر. خلطة اعتمديها لكل حاجة في المطبخ بأمانة وبدون حلفان، يعني بدون ان انا اقعد اقسم بالله في العنوان بتاعي، لا، بأمانة وبجد خلطة رهيبة. يا ريت الاول ما تجربيها تكتبي لي كده في التعليقات ان انت جربتيها وطلعت معاكي جبارة. شايفين الحوض رجع جديد بيبرق هو والحنفية، حاجة كده زي ما تكون يعني طقم جديد ركبتيه. بجد خلطة فظيعة جبارة. عايزة اقولك خلطة رهيبة، جابت من الاخر معايا. حوض مطبخ سلستين كله بيلمع.